أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. في الأول حابة أعتذر عن انقطاع الفترة اللي فاتت، لكن ده كان بسبب ظروف خارجة عن إرادتي، وإن شاء الله هحاول أرجع بانتظام تاني زي الأول. وشكرا لكل شخص بعد سأل عليا وكل شخص كتب لي، أنا ممتنة جدا ليكو، وما كنتش متوقعة أن البودكاست بيفرق فعلا كده. والحقيقة إن ده اداني إحساس بالمسؤولية إني لازم أرجع وانتظم تاني، وأتمنى إني أقدر أكون دايما عند حسن ظنكم. ومن غير كلام كتير خلينا نبدأ الحلقة. هل عدى عليك مرة كنت في قاعدة وحد قال كلمتين كده وجعوك قوي على سبيل الهزار، وبعدها يقولك اوعى تكون زعلت، ده أنا كنت بهزر، ما يبقاش دمك تقيل، وانت علشان تخبي وجعك تقول لا أنا الكلام مش بيأثر فيا قوي، أنا جلدي تخين. تخيل كلمة واحدة ممكن تعمل ايه. في بيت شعر لعبد الرحمن الشرقاوي بيقول: بعض الكلمات نور وبعض الكلمات قبور. والحقيقة ان الكلام ده مش مجرد أشعار أو كلام ناس حساسة بزيادة، لكن في تجارب عملها علماء الأعصاب علشان يفهموا هو الكلمات ممكن تكون فعلا مؤلمة. فخليني أعرض عليكم شوية من التجارب دي. في تجربة عملتها دكتورة ماريا ريختر ومجموعة من العلماء كانوا بيراقبوا فيها استجابات المخ للكلمات السمعية السلبية، ومن خلال التجربة دي لقوا إن الكلمات السلبية أو الكلمات المؤلمة بتزيد من إفراز الهرمونات المسببة للقلق والتوتر. وأثبتت دراسة تانية إن زيادة مستويات القلق عند الأطفال مرتبطة بارتفاع معدلات الحديث السلبي عن النفس. يعني من الآخر كده الكلمات السلبية مش بس بتسبب إجهاد ظاهري، لكن بتسبب المرض على المدى الطويل. والحقيقة إن مش بس الكلمات السلبية اللي ليها التأثير ده، لكن كمان الأفكار السلبية اللي بتملى دماغنا ممكن تكون كمان خطر علينا. يعني مثلا القلق من المستقبل، القلق من الظروف المادية أو الصحة، دول بيحفزوا إطلاق مواد كيميائية عصبية مدمرة. يعني واحنا قاعدين بنسترجع الذكريات أو بنجلد نفسنا، احنا بندمر نفسنا بنفسنا، مش مجرد صحتنا النفسية. المشكلة هنا إننا بمجرد ما بنتسحب في دوامة الأفكار السلبية، فكرة إن احنا نوقفها بيكون شبه مستحيل. والضرر من الأفكار دي كمان إنها بتبعت إشارات إنذار في المخ، واللي بتدخل في مراكز اتخاذ القرار في الفص الجبهي، وده اللي بيخلي الشخص يتصرف بشكل متهور ويخليه ياخد قرارات غلط. طيب إيه الحل؟ إزاي نقدر نوقف التأثير السلبي ده؟ أول حاجة إننا نسأل نفسنا أول ما نبدأ نحس بتأثير الكلمات أو الأفكار السلبية: هو أنا في موقف حياتي معرضة فيه للخطر دلوقتي؟ وفي الغالب بيكون لأ. وكل ما هتقاطع بسرعة بداية الأفكار السلبية، كل ما هتقلل إفراز الهرمونات اللي بتسبب القلق، وبالتالي هتقدر تتصرف بشكل أحسن. والأهم من كده إنه لما بتقاطع الأفكار السلبية دي هتقدر تغير عادة إنك تتسحب في دوامة التفكير والقلق بمجرد ما يظهر محفز بسيط. تاني حاجة، بعد ما تحدد التفكير السلبي هتكون واعي أكتر لإمتى بيحصل ده على مدار اليوم وإيه اللي بيسببه، وساعتها ممكن تقدر تعيد صياغة أفكارك بإنك تركز على الكلمات والصور الإيجابية. ونتيجة لده هيقل مستوى القلق والاكتئاب، وهتقل الأفكار السلبية اللي بتظهر لا إراديا من غير ما بنقدر نتحكم فيها. الفكرة بقى هنا إنهم اكتشفوا إن لكل فكرة سلبية بتظهر في عقلنا بنحتاج على الأقل 3 أفكار إيجابية قصادها، لأن المخ مش بيستجيب بسهولة للأفكار الإيجابية، وده علشان الأفكار الإيجابية مش بتشكل خطر أو تهديد علينا، فالمخ مش بيكون محتاج إنه يستجيب ليها بسرعة زي الأفكار والكلمات السلبية. وده بيسميه علماء الأعصاب التحيز العصبي للسلبية. وعلشان كده لازم نبدأ نعمل صور إيجابية بشكل واعي ونكررها باستمرار علشان نقدر نتغلب على التحيز العصبي ده. لكن الحاجة الحلوة هنا إنهم اكتشفوا إن مش لازم تكون الأفكار الإيجابية دي منطقية أصلاً. حتى لو انت قررت تحلم بحاجة مستحيلة لكن صورتها في عقلك هيسعدك، الصورة دي هتزود إحساسك بالسعادة والرضا والتفاؤل. وده لأن الكلمات والأفكار الإيجابية بتشجع المراكز التحفيزية في المخ على إنها تشتغل. وأثبتت الأبحاث إن مجرد تكرار كلمات إيجابية زي الحب والسلام والرحمة بيشغل جينات معينة بتقلل من الإجهاد البدني والعاطفي. بتقول الباحثة سونجا ليوبوميرسكي
إنك لو عايز تزود الرضا في حياتك لازم تفكر بانتظام بإيجابية، سواء عن نفسك أو عن حياتك، وتحاول دايما تشارك لحظات السعادة مع الناس، لأن ده بيضاعف إحساسك بالرضا عن نفسك. في النهاية لازم نختار كلماتنا بحكمة، سواء مع الناس أو مع نفسنا، لأن كلمة واحدة كفيلة إنها تأذي شخص أو إنك تأذي بيها نفسك. وكل ما تلاقي الأفكار السلبية بدأت تسيطر عليك حاول تقطعها وتملى حياتك بأفكار وصور إيجابية. يمكن دي حاجات بسيطة لكن ممكن تحسن حياتنا وتزود راحتنا النفسية وتخلي عندنا طاقة تخلينا نقدر نشوف الحياة حلوة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.